السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي قناة ياسين الداخلة، تحية طيبة. اليوم غادي نجاوبوا بعض الإخوان اللي كيسولوا واش يشري العقار ولا ما يشريش العقار. أولا غادي نبداو بالناس اللي باغيين يشريو العقار عن طريق الدين، يعني عن طريق البنكة. هاد الناس كنصحوا ما يشروش، خصوصا في هذه الظرفية اللي طالعة نسبة الفائدة اللي طرات أضعاف. وكنصحوا ما يشريش سواء نسبة الفائدة طالعة أو نازلة، حيت غادي يخسر دينيا وماديا. يعني الناس اللي غادي يشريو عن طريق الربا كنفضلهم ما يشريوش العقار بصفة نهائية، إلا في حالة واحدة. المؤسسة اللي كيخدموا عندها إلا بغات تعطيهم مثلا واحد القرض بدون ربا، أو الاخوان ديالو، او مثلا العائله ديالو اللي بغات تقضي مع الاغراض، هنا راه بحال يشرب الكاش. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه بالنسبه اللي خصو يشري العقار، يعني ضروري ومؤكد عندهم الفلوس محطوطه في البنك، عندهم مدخرات ما كيستثمروش بها، وبالتالي كطيح القيمه ديالها، خصوصا في هذه الظرفيه اللي الناس قضات العطله الصيفيه ودابا محتاجه الفلوس ودخول المدرسي على الابواب. يعني دابا جاو شي ناس حاليا يعني كيبيعوا البقع ديالهم بواحد الثمن يعني مناسب. حيت دابا بغيت نشير لي في هذا الفيديو هذا وتركزوا عليه بزاف، هو الاثمنه دابا راه مختلفه، يعني ما كاينش واحد الثمن محدد، كاين اثمنه مناسبه بالنسبه للبقع. يعني كاين الناس اللي باغيين يبيعوا بالمعقول، يعني الناس واقفه على الفلوس، كاين يعني بياسات بثمن مناسب، ثمن رخيص. نعطي كمثال، حتى ما كنبغيش ندير فيديوهات يعني حتى نتفاداو الملل. كنديروا باختصار الشديد باش تعم الفائده للجميع. نعطي مثال بسيط، مثلا السكني اللي باقي حاليا في واحد الثمن، راه كاينين بياسات 27000 درهم، 28. هذا بالنسبه للسكن. بالنسبه للفاس مثلا في شارع العشرين تجاريه 120 متر، حاليا راه كاينه غير 4 مليون. راه هاد الظرفيه كنصح الاخوان يستثمروا في هاد الوقيته بالضبط، اللي كما كيقولوا الهوتات بهذا المعنى من الكلمه. نعطي مثال في الشارع العشرين. الشارع العشرين مساحه ديال 310، اللي بعض الاخوان سمحهم الله تيقولوا فيه 8.5 9. في السوق العادي راه دايرين 65 60، دابا كاين ب 55000 درهم. يعني كاين شي بياسات ب 55000 درهم في السوق. كنتمنى الناس غتقلب شي شويه بشويه عليها وتستشر مع الاخوان الاخرين، وما يكذبش شي واحد يقول لك اتصل مع واحد ولا جوج. بالعكس، هضر مع 10 20 تتاكد في الثمن. الثمن هو اللي كيخليك يعني تزيد تربح بواحد الشكل مزيان. يعني بغيت نشير لي في هذا الفيديو هو الاشتراك اللي كتنساو، حيت الناس دابا كيتفرجوا في الفيديو كينساو ما كيديروش الاشتراك، وكينساو ما كيدير الاعجاب والتعليق. راه ضروري شي تعليق ايجابي اللي كيخلي يعني القناه تبان في محركات البحث، باش ان شاء الله الفيديو يوصل اكبر يعني عدد ممكن، وتعم ان شاء الله الفائده للجميع. وسيتم المشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الدخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.